انا كده قطعت هنا بصل وفلفل اخضر رومي، عايزه تحطي حار حطي، عايزه تحطي رومي بس انا حطيت رومي عشان الولاد، وطماطميتين 3 كده. هحط عليهم كام فص توم صغيرين، وهضربهم كلهم في الكبه ضربه خشنه مش ناعمه، ضربه خشنه. تمام. دي هدعك بيها الفراخ وهتبلها بملح وفلفل. خلطة الفلفل طبعا اللي انا معتادة عليها، فلفل وحبهان ورق لورا كبيبة صيني، جوز الطيب. كل ده انا عاملاه على بعضه كده في علبة، هحط منه شوية على رشة كركم، على معلقة بهارات فراخ وبصل بودر، وانا اوريدي حطيت هنا توم. تمام. هضرب ده كله في الكبة ضربة خشنة، وهرجع اتبل بيه الفراخ وادعكها كلها من جوه ومن بره ومن تحت الجلد، عشان الفرخة كلها تتحيق بالملح وتتبل وتدي للجلد للحم طعم حلو ايه ومسكر. تمام. هضربها وهرجع لكم. كده تمام خلاص، ضربت البصل اهو بالطماطم والفلفل والثوم. هحط لها بقى التوابل. هحط لها معلقه ملح كبيره. تمام. مع رشه فلفل، معلقه فلفل. تمام. رشه كركم، معلقه نص معلقه صغيره كركم. ومعلقه صغيره برضو بصل بودر. ومعلقه صغيره بهارات فراخ. تمام. مع نص فنجان زيت. هدعك بقى كل دوت مع بعضه، وهتبل بيه الفراخ من فوق ومن تحت ومن بره ومن جوه، كله 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 من تحت الجلد وكله. تمام. كده اهي الفراخ اهي بتبلها. تمام. هنحط جوه وبره كده وتحت الجلد، هندعكها كلها بالخلطه دي، ونحط تحت الجلد كده عشان اللحم بتاعها يتطعم من الصوص والخلطه اللي احنا عملناها دي. تمام. هنعملها كلها، وبعد كده هنسيبها في التلاجة ساعة، وبعد الساعة تولعي عليها على النار. هتغلي غلوة من فوق وتقلبيها على الناحيتين، غلوة كده وغلوة كده، وبعد كده تدخليها الفرن على درجة حرارة 180. هتبقى جميلة وهتتحمر من فوق وهتبقى حلوة. لو فرنك بيحمر من فوق عادي، لو مش بيحمر ممكن تشغلي لها الشواية بعد ما تكمل بقية سواها تحت، وبعد كده تفتحي لها الشواية. تمام. هندعكها كلها كده من تحت الجلد كله كده 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 كده، عشان التتبيله تطعمها كلها واللحم يتشرب. عايزه اقول لك ريحه التتبيله تحفه 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 تحفه. مش شرط نعمل معاها خضار، مش شرط نعمل معاها بطاطس، احنا لا هنعمل معاها النهارده رز بسمتي، وتاكليها كده كانك جايباها من بره، شوياها من بره. والتتبيله دي بتبقى مخليه طعمها جميل جدا، وبتخليها لذيذه وحلوه مع الرز البسمتي، مع سلطه دقوس بقى. وعيشي الحياه بقى وكلي كانك بتاكلي في افخم مطعم بره. تمام. هنحطها كده اهو مقلوبه، ونخليها تغلي غلوه من فوق بس بعد ما تكمل ساعه في التلاجة. تمام. نكمل ساعة في التلاجة وبعد كده نغليها غلوة من فوق، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. كده ولعت عليها النار. تمام. هناخدها غلوة على الوش الاولاني، ونرجع نقلب القطع وناخدها غلوة على الوش التاني، وبعد كده ندخلها الفرن تستوي. وهنفتح لها الشواية لو فرنك مش بيحمر من فوق ومن تحت، نفتح لها الشواية. لو بيحمر من فوق ومن تحت خلاص سيبيها، هي هتاخد اللون بتاعها الطبيعي وهتحمر وهتبقى زي الفل. تمام. كده الفراخ طلعت طعمها وريحتها في منتهى الجمال. عملنا رز بسمتي وحطيناها عليه، والصوص بتاع الفراخ حطيناه جنبها، تاخدي منه كده على الرز وتاكلي. طالعه جميله وريحتها حلوه جدا. ممكن بقى تقدمي معاها سلطه طحينه، سلطه خضراء، سلطه دقوس، وبألف هنا وشفا.
جربوها ويا رب تعجبكم. وان شاء الله مستنيه رايكم في التعليقات. كنت معاكم رحاب حسين.